بكتاب سوسيولوجيا الحريه، يعني القائد ضمن المانيفستو اذا انتم سمعوا الحريه. بهذا الكتاب بنص الكتاب تقريبا بصفحه ال 200 وشوي بيذكر مصطلح الجينولوجي، بيذكره بهي الطريقه: لدوسة جينولوجي أنتي لدوسة فيمينيزم أنتي جينولوجي بقابلين ويبقى شارسريج حموم أصغريبا. هذا بالكردي بينقل بهذا الشيء. ترجمته العربية بيقول: بدلا من الفاميلية أن نستخدم مصطلح الجينولوجي سوف يكون الحل لجميع المشاكل المجتمعية التي نحن عم نعيشها بالمجتمع. ام سر گوهرتنا هشمندیا و گوهرتنا جن و زلام گو درباسی پروردید بن يعني اب هذه صالك اب 8 پرورده ما دست بکریه ما تمام کریه 4 جی جنان و 4 جی میرانه یک جی مختلط بو جن و زلام جیبون وك درس جوتين ديتن بجهرتن يعني تشيد بد ملي آلية جنات جي ملي آلية زلامات جي يعني بأنجامك باش أم پرورده خو اختتام دكن يعني بداوي دبه يعني وك فكرة كي أم ددن ام هرتم باندكين جو هر کس تبلی پرورده به هگر گرتی به هگر بکری به جبوگ وک هوید نبرا جن و زلام ده ام کاربن بیک بین. اره يعني هي يعني جوهرتن هي تشيد بأمنا بيجن أم كارن دسالة كده يا دسالة ده أم جوهرتن يتشيكن بس أم بيجن أمي بردوام كن أمي سربيابن ما أف بار راكري سربيخو جو أم إنجامكي باش درخينن دملي زلام ده دملي جند دملي وكهبيد نابرا جواكا ديمقراطيك أم آبابكن جبرجو فكر وفلسفة سروكاتي هرتم فيت اشتبان دكه جبرجو ام بردوام حتى جو خطا داوي ام تكوشين دكن ام مقاومه دكن. انتسبنا للدوره 15 شهر هذا الحالي. الهدف من الدوره دوره فكريه لتحرر الفكر الانساني لنصل الى مرحله مساواه بين الرجل والمراه. والمساواة هي طريق الحرية. طبعا أخذنا المجتمع الطبيعي، كيف كانت حياة المجتمع الطبيعي، كيف كان دور الرجل، ما هو دور المرأة، كان في توازن، كان مجتمع كوميني بحت، مجتمع إنساني لا فرق بين المرأة والرجل. طبعا الإنسان مهما تقدم بالعمر بحاجة إلى التدريب، لأنه التدريب يوسع الفكر في أمور نجهلها أثناء التدريب نتعرف عليها. الأساس في تغيير الذهنية هو التدريب، المتابعة. كوننا في الإدارة الذاتية أكثر شيء نستفاد منه هو فكر القائد، مرافعات القائد. لا طبعا المرأة مثل الرجل ما في فرق سوى بالخلقة الإلهية، ولكن العقل التصرف المرأة لازم تاخذ حقها، يعني لأنه المرأة هي الأم وهي الأخت وعليها الدور الأكبر. وشفنا بالمجتمع الطبيعي أنه المرأة هي اللي اكتشفت الدواء وهي اللي كانت تدير الأسرة والرجل يطلع على الصيد، كان العبء الأكبر على المرأة. وفي العصر الحالي العبء الأكبر هو على المرأة. والله دور المرأة طبعا حسب ما أخذناه بالمحاضرات من قبل المموستة المدرسات، يعني كان في نوع من الاضطهاد من العقليات المتخلفة قديما. تدريجيا شيئا فشيئا مع مرور الزمن صارت تأخذ دورها يعني بالتعليم بالأمور كثيرة. يعني والله المجتمع يعني ينقص الكثير موضوع التدريب، يعني ينقص كثير، ولازم يكون في دورات مكثفة لهذا الشيء. أما احنا دورنا اليوم لازم يكون بناء. بالنسبة للمرأة لازم ينعطى حقها بما تستحقه. يعني طبعا الذهنية المتخلفة، يعني أغلب في ناس كثير عندنا بالمجتمع عندهم ذهنية متخلفة باتجاه المرأة يعني يعتبرونها أنها ناقصة عقل، ناقص كذا، لكن لا، هذا خلاف ذلك. اليوم احنا
اليوم عندنا طبيبات، عندنا مهندسات، عندنا حقوقيات، محاميات إلى آخره من حقيقة يعني أكاديمية. بالنسبة للأكاديمية احنا مبسوطين كثير، يعني احنا كمعلمين يعني استفدنا كثير من هاي الأكاديمية كمعلومات. ممكن في معلومات احنا غايبة عنا، أقل ما يمكن أنه بالنسبة للمعلمات ذكرونا ذكرونا معلومات ممكن ناسينها أو متناسينها مثلا، أو إحنا محتاجين لهاي المعلومات.